السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كمية فريد ودي قناتي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم بسكوت بسيط قوي وسهل وسريع. ممكن تقدري تعمليه كمان كل يوم لو حابة، بثلاث مكونات بس. معايا نص كوباية زيت، نص كوباية سكر بودر أو سكر سنترفيل زي ما انتي عايزة، أنا عاملة بودر. كوباية دقيق. ال3 مكونات دول هم اللي هنعمل بيهم البسكوت بتاعنا. دلوقتي هنبتدي. هنحط نص كوباية الزيت، عليها نص كوباية السكر، وهنضربهم مع بعض. بسم الله. كده السكر داب مع الزيت. ممكن بقى اختياري برضو زي ما انت عايزة، بس انا حابة لان هحط شوية فانيليا بس يدوا نكهة. ونحط بقى الدقيق. هنعمل بالسباتيولا احسن. لازم الدقيق كله يدخل كده جوه، المكونات كلها تدخل في قلب بعضها. بس حاسه ان هي سايله، عايزه شويه دقيق. هنزود لها شويه دقيق. هنزود شويه دقيق، يعني حبه حبه، لان احنا مش عارفين هي بقى ممكن تاخد مننا قد ايه. انا كده عجنتها. انا حطيت حوالي نص كوبايه تانية دقيق، واهي اتلمت معايا. متنسوش يا جماعه بقى نذكر الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. والحوقله يا جماعه، حوقله والاستغفار عشان ربنا يكرمنا جميعا كده ان شاء الله. دلوقتي بقى هنشكلها مع بعض. تعمليها دايرة كده، بططيها تبطيطة بسيطة بالمعلقة اهي. شكليها زي ما انت عايزة. لو عندك حاجة ممكن تشكلي بيها زي حاجة البيتيفور والحاجات دي بتاعت الكحك، ممكن ان انت تعملي بيها. خفيفة وسهلة، ممكن تعمليها بسهولة أي وقت كده تبقي فاضية
مع كوباية شاي، مع كوباية كاكاو، مع كوباية نسكافيه. هكملهم بقى وارجع لكم. انا كده خلصتهم. هم عملوا الصينية دي والحبة دول، يعني حبة صغيرين حلوين. حلوين يعني. انت عايزة تزودي الكمية، ممكن تزودي الكمية وتزودي المقادير بتاعتها زي ما انت عايزة بقى، تعملي الضعف تعملي الضعفين براحتك. هندخلهم الفرن على طبعا فرن متوسط الحرارة، ونرجع لما يطلع ان شاء الله. دلوقتي انا طلعتها اهو من الفرن. هي خدت حوالي نص ساعة على حسب الفرن بقى، لو فرنك حامي ممكن تاخد اقل من كده، لو بارد ممكن تاخد اكتر من كده، على حسب فرن كل واحدة يعني. بس انا مش قادرة اطلعها لان هي سخنة جدا، يعني هسيبها تبرد وهوريها لكم ان شاء الله. كده بعد ما بردت شوية هي عشان اقدر بس امسكها. اهي جميلة والله، طعمها حلو قوي. حلو قوي. يا رب تجربوها وتعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. اسفة. واشوفكم بقى الفيديو الجديد ان شاء الله بتاع بكرة بإذن الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.